السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذار عبد الله الحمدان المدرب المنتخب السعودي، وشوفوا قال لك انه يقبل راسه. يا ابن الحلال، الاعتذار الوحيد يا عبد الله الحمدان انك تنقلع من المنتخب. هذا الاعتذار الوحيد اللي الجمهور السعودي راح يسامحك، انك تنقلع من المنتخب. لاعب فاشل، واقسم بالله انه كان مو في نادي الهلال كان طرد من زمان من المنتخب. انا ما ادري العاه عبد الله الحمدان. بهذا الاعتذار بيخلوه 4 سنوات اضافيه في المنتخب. لاعب ما يلعب مع نادي الهلال ويلعب مع المنتخب، كيف؟ ما ادري. لاعب فاشل، جاب لنا استغفر الله العظيم، جاب لنا الجلطه للاعب. واللي يقرا كده سجل هدف يروح عند الجمهور يسكت، واضح انه لاعب عالمي. لاعب فاشل، واقسم بالله فاشل. انا ما ادري اذا كان لاعب في نادي ثاني كان تلقوه انطرد من المنتخب، كانه ينطرد في المنتخب بكروت حمر وتلقوه مستمر في المنتخب. عشان ايه؟ من نادي العريجه. سالم الدوسري ولا سام داسر نحن نبلع له شويه، لاعب كبير بس ضيع ضربات جزاء. كان لاعب ثاني كان تلقاه انطرد من المنتخب. يعني اي اولاد دحين جايبين لنا معد هوساوي اللي كان ما يستدعوه للمنتخب، ليه متفاوض معاه نادي العريجه، وخلاص ذهب مضمون انه بيروح نادي العريجه، انضم للمنتخب. سبحان الله، ولاعب اساسي. آه. المنتخب صار تجربه في نادي العريجه، اي لعيب نادي العريجه يبغاه يروح بالمنتخب. شوفوا اي لاعب اول مره تشوفوه جديد وينضم للمنتخب ولا نادي كبير ما اخذه، اعرفوا انه بيروح نادي الهلال. معروفه خلاص، نحن من زمان عارفين ده الشيء. غير هذا اللاعب الفاشل عبد الله الحمدان، استغفر الله العظيم. في لعيبه تبلعهم في الهلال الا عبد الله. جمهور الاتحاد يقول عليه فاشل، جمهور النصر يقول عليه فاشل، جمهور الاهلي يقول عليه فاشل، حتى جماهير الهلال ناديه يقولوا عليه فاشل. لاعب فاشل وعاده مستمر في المنتخب. يا خوفنا يجي في كاس العالم كمان يجيب لنا الجلطه ويجيب لنا الغثى. اعوذ بالله، لاعب فاشل. هو اساسي فاشل وهو احتياطي فاشل. من يوم ما لعب في الناشئين والشباب والاولمبي فاشل، ودحين مع المنتخب فاشل، ما عنده انجازات مع المنتخب. فاشل. البركات تطور وهو ما تطور، وهم في نفس السن وكانوا يلعبوا في المنتخبات السنيه. بركات تطور وهو ما تطور. لاعب فاشل، ما ادري عليه ما اخذ انه. شوف قال لك انه يقبل.